تبدأ قصة اليوم في قرية صغيرة وهادئة. كانت هناك مدرسة قديمة ومهجورة، يتنقل أهل القرية عنها قصص غريبة. يقولون إن من يدخلها بعد غروب الشمس لا يعود أبدا. كانت هذه القصص تروى منذ سنين طويلة، لكن أحد لم يصدقها حتى جاء ذلك اليوم حين قرر 5 طلابة أن يكتشفوا الحقيقة بأنفسهم. كانوا 5 أصدقاء: سارة، عمر، فهد، ليلى وناصر. في أحد الليالي اجتمعوا فوق سطح منزل فهد، يتحدثون عن قصص الرعب والأساطير القديمة. قال ناصر وهو يضحك: ما رأيكم أن نزور المدرسة المهجورة ليلا؟ يثبت للجميع أن القصص مجرد خرافات. ضحك الجميع، لكن ليلى بدأت قلقة وقالت: أنا سمعت أن الطلبة اختفوا فيها منذ 20 سنة ولم يعثر عليهم أبدا. رغم الخوف اتفقوا على دخول المدرسة بالساعة 11 مساء، حاملين كشافات والهواتف للتصوير كل شيء. عند الساعة 11 وقفوا أمام المدرسة. كانت البوابة صادئة والهواء بارد. فتح عمر الباب بصعوبة ودخلوا واحد تلو الآخر. كان الصمت يخيم على المكان، لا أصوات، لا حركة، لا شيء. أضاءوا الكشافات وبدأوا يتجولون في الممرات الفصول الدراسية المهجورة. الكراسي مقلوبة والسبورات مغطاة بالغبار. كل شيء كان يبدو غير طبيعيا. وفجأة سمعوا صوت خطوات خفيفة تأتي من الطابق العلوي. توقفوا لحظة ثم قرروا الصعود لمعرفة مصدر الصوت. في الطابق العلوي كانت هناك غرفة مغلقة على بابها لافتة قديمة مكتوب عليها ممنوع الدخول. قال فاعل ممزحا: هذه هي الغرفة التي تتحدث عنها الأساطير. دفع الباب ودخل. كانت الغرفة مظلمة، وفي وسطها سبورة مكتوب عليها أسماء كثيرة كلها ممسوحة ما عدا اسم واحد: سلمى. قالت سارة: سلمى؟ أليست هي الطفلة التي اختفت قبل سنوات؟ وفجأة انطفأ كل الأضواء ثم أغلق الباب خلفهم بقوة. عندما عاد الضوء لم يكن ناصر بينهم، اختفى تماما. بحثوا عنه في كل مكان لكن دون فائدة. ثم نظروا إلى السبورة فوجدوا أن اسم جديد قد كتب بجانب سلمى: ناصر. ارتعدت ليلى وقالت: هذه ليست مزحة، هناك شيء غريب يحدث. ثم بدأوا يسمعون همسات قادمة من الممر، همسات أطفال. حاولوا الهرب لكن ليلى ابتعدت عنهم فجأة تائهة في الظلام. صاح عمر: ليلى، أين أنت؟ لكن الصوت اختفى. ثم ظهر اسمها على السبورة. ثم جاء دور فهد الذي رأى فتاة صغيرة في نهاية الممر تنظر إليه وتبتسم. قالت له: تعال، أريد أن ألعب. تقدم نحوها ولم يعد، وظهر اسمه أيضا. لم يبقى سوى عمر وسارة. اختبأ عمر وسارة في غرفة المختبر. كان الخوف واضح عليهم. قالت سارة: سمعت من جدتي أن الطفلة سلمى ماتت داخل المدرسة، ولم يعلم أحد ما حدث لها، فبقيت روحها تائهة تبحث عن من يلعب معها. قال عمر: لكن كيف ننهي هذا الكابوس؟ فجأة وجد عمر ورقة على الأرض مكتوب عليها: لكي ترقد الروح يجب أن تكمل اللعبة. ثم سمع صوتا ناعما يقول: هيا نلعب غمانطة. فهم الاثنان أن عليهم اللعب مع الطفلة لإنهاء ما بدأ. أغلق أعينهما وبدأوا العد: 1، 2، 3. ثم بدأوا البحث في غرفة الألعاب. وجدوا طفلة تقف بهدوء تبتسم وفي عيونها دموع. قالت: أخيرا وجدتموني. فجأة أضيئت المدرسة بالكامل، وعاد كل الأصدقاء المختفين: ناصر، ليلى وفهد.
ضحكوا كأن شيئا لم يحدث. خرجوا جميعا من المدرسة وبدأوا السير نحو منازلهم، لكن عند بوابة المدرسة توقفت سارة. نظرت إلى يدها، كانت تمسك بيد فتاة صغيرة. نظرت الفتاة إليها وقالت بهمس: لكن دورك لم يأتي بعد. ثم اختفت سارة. وفي الصباح اليوم التالي وجدت المدرسة مغلقة كما كانت دائما، لكن على سبورتها كان هناك اسم جديد: سارة. وتحت الاسم جملة واحدة: اللعبة مستمرة. من التالي؟ هذه هي قصة اليوم. لا تنسوا أن تعطونا رأيكم في التعليقات والإعجاب بالقناة ليصلكم كل جديد.